السلام عليكم، تحياتي. والله جاني تليفون تو من أمني شريف، تو طلبني، قال لي إرجان وخطير جدا، راهو يحضروا في عملية كبيرة، كتائب الموت، كتائب التصفية الجسدية تاع سي كمال الطيف ووزارة الداخلية قاعدين يحضروا في عملية كبيرة لاغتيال معناها أولادنا في الجيش. ممكن يكون احتمال في الجيش ولا احتمال في الحرس ولا في الأمن. المجموعات متاعنا الأمنية المرابطة قرب الحدود في المناطق الداخلية في تونس، المناطق الفقيرة كما في القصرين ولا في الكيف ولا باجة، كل معناها المناطق القريبة للحدود الليبية والجزائرية، كل أعواننا المرابطين سيقع معناها اغتيالهم عن طريق هذه كتيبة الموت متاع سي كمال الطيف حسب معناها الأمني الشريف اللي نحترموه واللي عنده مصداقية كبيرة، واللي كل مرة يكلمنا تصير عملية الإرهابية، وعطينا هو منين جات العملية بالضبط وشكون وراء العملية وشنو الهدف منه العملية دي. ونشوفوا معناها العمليات الكل اللي صارت في 4 سنين معناها بعد الثورة كلهم معناها ماتوا شباب من الأمن والحرس والجيش، يقع اغتيالهم عن طريق هذه فرقة الموت، فرقة كمال الطيف. وقلنا لكم قداش مرة وعاودوا ننبهوا تو مرة أخرى، راهو تصير عملية كبيرة من والساق التهمة كالعادة بالسلفية والساق بالإسلاميين والشباب التونسي هما وراء الإرهاب، لكن وراء وزارة الداخلية هي وراء الإرهاب. كيفاش تخدم هي وزارة الإرهاب؟ تخدم خدمة معناها بروفيسيونيل، معناها عبر معناها الغرفة السرية نتاع وزارة الداخلية، قاعة العمليات كي تعطي تعليمات مثلا جزرنا فلانية في القصرين ولا في الكيف كل شيء، تكلموا الحرس باش يمشطوا البلاصة الفلانية، لكن هذاك هو كمين، هذاك فخ لاغتيال معناها شبابنا اللي قاعد معناها يدافع على الوطن ويدافع على تراب الوطن العزيز، لكن يمشيوا ضحية الإرهاب، إرهاب وزارة الداخلية الا ما تحبش معناها الحرية والكرامة الشعب التونسي. نوريكم الفيديو هذا باش تأمنونا وتأمنوا الأمن الشريف إذا كانوا كلامنا صحيح. Ils font partie de la garde présidentielle, des hommes sous les ordres directs de Ben Ali. Nous profitons de la confusion pour nous glisser dans la cour du bâtiment. 2 secondes qui vont nous permettre de saisir une image. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, ok. Cet homme porte 2 armes. Dans son dos, une mitraillette. Devant, caché sous une couverture, un fusil de précision de tireur d'élite. Ce soutien de la population accuse d'avoir tué plus de 60 personnes pendant la révolte. Un bâtiment, 400 mètres plus loin. Ils sont une quarantaine. Une fois encore, l'armée s'interpose pour éviter le pire. Nous profitons de la confusion pour nous glisser dans la cour du bâtiment. 2 secondes qui vont nous permettre de saisir une image. ورابط 40 واحد من كتائب الموت نتاع سي بن علي، هرب بن علي القفهم كمال الطيف ولا يخدموا كمال الطيف. هذوما القناصة الكل قاعدين يدوروا devant, caché sous une couverture. وعطيناهم كارت بلانش وزارة الداخلية، الرموز الفاسدة القادة الكبار في وزارة الداخلية عطينهم كارت بلانش باش يقتلوا معنا الحرس ويقتلوا الأمنيين ويقتلوا جنودنا الشرفاء. Quelques instants plus tard, un noir et sa foi. يا توانسة حبيت نوضح لكم حاجة على كونه معناها فماش إرهاب، راهو إرهاب منظم من وزارة الداخلية، راهو إرهاب منظم من وزارة الداخلية. امبوسيبل كي تجيب كوماندوز تاع العالم كله نتاع إسرائيل ونتاع الموساد ونتاع روسيا ونتاع السيا ما ينجحوش في تونس. تونس صغيرة، بلد صغير وعنا أمن قوي، ولهذا معناها كل العمليات راه مفبركة مزورة. اللي قاعد يقتل في الأمنيين الشرفاء ويقتل في الجنود الشرفاء راهي كتيبة الموت نتاع سي كمال الطيف، كتيبة الموت تاع سي كمال الطيف. القناصة هي وراء اغتيال التوانسة والناس كل تعرف الشيء هذا.
ولهذا معنا لي نداء مرة أخرى سيدي إلى الأمنيين والجيش والحرس، ردوا بالكم، ردوا بالكم، ما تعطيوا ثقة حد. جاتكم معنا سيارة غريبة متاع شرطة، حضر سلاحك، ما قلناش أضرب ما دافع عن روحك قبل معناها فوات الأوان، خاطر العمليات كلها مطابقة الأصل. العمليات صارت تو عندها 4 سنين كلها مطابقة الأصل، غدرة يغدروكم راه. ردوا بالكم، العوان من الشرفاء المرابطين على الحدود وفي المناطق معناها اللي قالوا فيها الإرهاب، ردوا بالكم، ديما حاضر وسلاحك تحتك ومشرجي، ولا عندك المتريات مشرجة. تعطي ثقة حد، ما تعطي ثقة في حد. راهو تبعوا في عملياتكم، راهي عمليات مبرمجة ومخططة من غرفة العمليات نتاع وزارة الداخلية، يعرفوكم وقتاش تخرجوا وقتاش ترجعوا وقتاش، وهذاك هو المنداف. هذه الرسالة حبيت نوجهها عبر معنا صديقنا الأمني الشريف، كيفاش يخطوا العمليات الإرهابية ضد شرفاء الأمن. وهذا هو معنا رسالة حاب نوصلها لكم، وربي يكون في عونكم. واحنا من موقعنا هذا راهو بندافعوا عليكم وندافعوا على حياتكم. يزي من الدم، يز حل شفرة هذه كتيبة الموت. يلزم معناها تتبعوا وتشوفوا شكون معناها فرقة الموت هذه وكيفاش تخدم في وزارة الداخلية وشكون يعطي في الأوامر لها. يلزم معناها الأمنيين الشرفاء الكل، يلزم الشباب الكل نتاع الأمنيين يحطوا يد في يد وتحلوا سر هذه كتيبة الموت نتاع سي كمال طيف وتلقيوا القبض عليها، وكان لزم إعدامها. السلام عليكم.